السلام عليكم جمهور المولودية أينما كنتم، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حصاد الأسبوع على صفحة صوت العميد. والبداية بفريق كرة القدم، أين تكبد رفقاء ديلورا الهزيمة الأولى هذا الموسم، وهذا لحساب الجولة العاشرة من المحترف الأول. فبالرغم من البداية القوية للمولودية بتضييع ضربة جزاء وتسجيل هدف في الربع ساعة الأولى، إلا أن أداء أشبال بوميل تراجع بشكل رهيب، خاصة في الشوط الثاني، ما سمح لشباب بلوزداد بتسجيل 3 أهداف والفوز بنقاط الديربي الذي غابت فيه الروح والإرادة عن تشكيلة المولودية التي كانت خارج الإطار. وعلى إثر هذه الهزيمة تراجع فريقنا في جدول الترتيب إلى المركز الثاني مع مواجهة متأخرة. وأما في الرياضة الأكثر تتويجا في تاريخ النادي، فكان الموعد نهاية الأسبوع مع دخول الفريق النسوي للمنافسة، حيث نجح نسوة العميد في تحقيق الفوز على حساب اتحاد أقبو لحساب الجولة الثانية من البطولة الممتازة. للإشارة، هذه المواجهة كانت الأولى لصاحبات الزي الأخضر والأحمر هذا الموسم بعد تأجيل مقابلة الجولة الأولى أمام شبيبة أوزلاغن الأسبوع الماضي، في حين لم يدخل فريق الذكور المنافسة وهذا بعد تأجيل مقابلته أمام نمدية لحساب الجولة الثانية من القسم الثاني. وفي كرة البرتقالية، فعرفت نهاية الأسبوع تحقيق رجال المولودية الفوز الثالث تواليا، وكان هذا على حساب نادي تلمسان بنتيجة 71 مقابل 65. وبهذا يواصل فريقنا احتلال صدارة الترتيب رغم الوضعية الإدارية التي يتخبط فيها الفريق لتماطل الإدارة في تجديد عقود بعض اللاعبين الذين قد يكونوا لعبوا آخر مبارياتهم بألوان العميد حسب ما كشف عنه مقربين من الفريق. وأما عند الإناث، فقد انهزمنا نسوة المولودية أمام نادي علي منجلي بنتيجة 51 مقابل 55. أما كرة الطائرة لفرع المولودية أكدت بدايتها القوية هذا الموسم، وهذا بعد أن نجح رفقاء الدولي يوسف بوروبا في تحقيق الفوز ب3 أشواط دون رد على أولمبية القصر في ملعب هذا الأخير، وهو الفوز الذي مكنهم من الحفاظ على الصدارة، في حين حافظنا نسوة العميد على الصدارة كذلك، وهذا بعد الفوز داخل الديار أمام نادي الصدوق ب3 أشواط دون رد، وهي المقابلة التي جرت بقاعة المركز النسوي لبن عكرون. وفي الرياضات الفردية، تمكنت العداء عابر رفاس من تحقيق من الرقم القياسي الوطني في سباق 5 كيلومتر على الطريق بزمن قدره 15 دقيقة و39 ثانية، وهذا ضمن فعالية السباق الدولي على الطريق الذي احتضنته مدينة ليلة الفرنسية. فمبروك لبطلتنا، ومزيد من التألق لحاملي لواء المولودية في الاستحقاقات القادمة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة.